بتفكر تطلع رخصة في دبي، يبقى لازم تتفرج على الفيديو ده، او ناوي تطلع رخصة في المستقبل لازم تحفظ الفيديو ده علشان ترجع له بعد كده، لان انا هقول لك كل التفاصيل والاسعار والامتحانات وايه المراحل اللي انت هتعدي بيها. بداية انا بقول اللي انا بقوله ده المعهد اللي انا واخد منه الرخصة واللي انا شغال موظف خدمة عملاء فيه. كلامي ده بينطبق على دبي بس، ملوش علاقة بأي إمارة تانية ولا ليه علاقة بالفرصة الذهبية اللي في أبو ظبي. ماشي. بداية كده لو معاك رخصة من مصر بتاخد خصم على حسب عدد السنين بتاعة الرخصة، بس أهم حاجة الرخصة تبقى معاك سارية وتكون معاك الأصلية. لو معاك رخصة عدى عليها سنتين بتاخد 15 ساعة تدريب وخصم 500 درهم. لو رخصة عدى عليها 5 سنين تاخد 10 ساعات تدريب وخصم 1000 درهم. لو معاكش رخصة خالص تاخد 20 ساعة تدريب. تمن الحصص بيكون 4700 تقريبا، ده محاولة مرة واحدة، يعني لو سقطت أو عدت في أي مرحلة بتحتاج تدفع تاني من الأول. وزي ما قلت لكم الخصم بينطبق على حسب الرخصة اللي معاك من بلدك قد إيه. التدريب بيكون عبارة عن إيه؟ بتبدأ حصص أونلاين تعرف الإشارات بتاعة الطريق ومعناها. بعد ما بتخلص التمن حصص الأونلاين بتعمل امتحان إشارات، بيبقى امتحان داخلي للمعهد نجحت فيه تعمل امتحان إشارات RTA. بعد كده تاخد تدريب على الباركينج. الباركينج هو أصعب مرحلة، بيبقى 5 زوايا أو 5 حاجات بتمتحن فيها. أول حاجة الفرامل، بيرسم لك خط وبيمشيك ويعمل لك إنذار في العربية، لازم تدوس فرامل وقت ما الإنذار يطلع قبل ما توصل للخط ده. تاني حاجة الجسر، تطلع على جسر وتنزل الناحية التانية، والمفروض إنك توقف العربية بالهاند وتشد الهاند وتبقى العربية ما بين خطين، لو لمست أي خط بتسقط. تالت حاجة إنك تدخل تركن بوشك، ورابع حاجة تدخل تركن بظهرك. خامس حاجة المتوازي، تبقى واقف كده جنب الرصيف وتدخل تركن بجنبك. عديت الباركينج. هو الصعب اللي فيه في البداية ان في كاميرات في العربية من الجنب، محدش بيبقى معاك بيمتحنك، واحد بيبقى قاعد على الكمبيوتر يشوفك، لو لمست اي خط وانت داخل او انت خارج بتسقط. عديت مرحلة الباركينج تبدأ تاخد حصص الطريق السريع وبتمتحن الفاينل. تعمل ايه عشان ما تسقطش في الفاينل، او اكتر الحاجات اللي بتسقط في الفاينل؟ اول حاجة لازم تلتزم انك تمشي في نص الحارة بتاعتك، العربية ما تروحش منك ولا يمين ولا شمال. تحافظ على سرعة الطريق، سرعتك تبقى ثابتة، متبقاش انطلاقتك سريعة ولا انطلاقتك بطيئة، وتركز في الدورانات. قبل ما تدخل الدوار تبقى عارف وشايف ايه اللي هيحصل، ما تقفش على غفلة او تدخل وفي عربية جوه. لو استفدتوا من الفيديو ده اعملوا لي لايك واكتبوا لي كومنتات لو عندكم اي اسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله.